السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أقذر من كده أنت مش هتشوف. أقذر من كده مفيش فعلا. هو أنت فاكر؟ وطبعا كلامي هنا موجه للي في الفيديوهات دي، الأشخاص اللي ظهرت في الفيديوهات دي اللي أنا بعرضها عليكم، وأنا ما بعممش وما بحبش التعميم أصلا. الناس دي مفكرة إن الرجولة إن أنت كده بقى قدرت إن أنت تعمل تبقى ذكر، إن أنت تعترض وبتتعرض لسيدات محترمات معهمش راجل، يعني ستات مغربيات محترمات كانوا لابسين تيشيرت المغرب. ادي قدامكم الكلام الاحمر، التيشيرت الجميل، التيشيرت المغربي، وماشيين ومعاهم اطفالهم، وانت عمال تتطاول عليهم وعمال تقول كلام ما انزل الله به من سلطان، وما وقفوش حتى. شوف حتى الادب والاحترام اللي عندهم واصل لحد ايه. يعني الواحد اقسم بالله لو معاهم 2 مغاربة رجالة، بس واحد مغربي راجل واحد كان ماشي معاهم، كنت زمانك خدت ديلك في اسنانك وحطيت قميصك في بقك وجريت. لكن ان انت تتشطر على حريم ده عيب. سيدات المحترمات المغربيات اللي ماشيين في حالهم، وده كلام لازم الناس تفهمه كويس جدا، ولازم تعرف الكلام ده. ال 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 اسمع معايا المقطع كده، اسمع معايا شوف بيقول ايه عشان تعرف الحقيقة، لان انا ما بقولش اي كلام. اعطوا البلد، اعطوا البلد، مروكي حيوان. اعطوا البلد، اعطوا البلد، مروكي حيوان. اعطوا البلد، اعطوا البلد، مروكي حيوان. بوسوا اليدين. تعالى معايا بقى. في ناس لحد النهارده فاكره ان القوه معناها انك تستقوي على اللي اضعف منك، وان المرجله والرجوله هي انك تحاصر ست ماشيه في حالها او تخوف اسره جايه تفرح. ناس فرحانه ببلادها وعلم بلادها والانجازات اللي بتعمله المغرب في كاس العالم. مفيش ابعد من ان يتقال عليك ان انت تصرفات صبيانيه عيل. انت تعتبر بالنسبه لنا تافه من التصرفات دي. الرجوله عمرها ما كانت بالصوت العالي، الرجوله عمرها ما كانت بالكلام اللي اتقال ده، ولا تجمع الناس على شخص اعزل معهوش حاجه ولا معهوش حد يحميه. الرجوله احترام، الرجوله اخلاق، الرجوله سيطره على النفس قبل اي حاجه. انا كلامي هنا بوجهه لاي شخص ارتكب تصرفات زي دي، كلام اللي حصل وانتوا شايفينه في الفيديوهات دي، ومش تعميم على شعب ولا تعميم على جماهير ولا تعميم على بلد كامل، لان التعميم حرام وظلم. في كل مكان في ناس محترمة وناس بتسيء لنفسها زي الناس دي قبل ما تسيء لغيرها. اللي شفناه من مضايقات واللي حصل للسيدات المغربيات المحترمات اللي ماشيين مع اطفالهم او خارجين بيحتفلوا بمنتخب بلدهم، حاجة توجع اي انسان عنده ذرة من النخوة. يعني انت لو عندك نخوة تشوف فيديو زي ده تقول ايه القرف اللي بيعملوه ده. تخيل واحدة نازلة تفرح وفجأة تلاقي ناس حواليها عمالين يصرخوا ويخوفوها ويحاولوا يعتدوا على خصوصيتها او ممتلكاتها. اي حاجة تعمل بطولة وخلاص، اي فخر، معرفش ايه الفخر اللي في كده ممكن حد يحس بيه بعد موقف بالشكل ده. الانسان الحقيقي، الانسان السوي بيبان وقت ما يكون منفعل، وقت الهزيمة، وقت الاحباط. ساعتها يا اما يحافظ على اخلاقه يا اما يكشف معدنه اللي هو معروف. واللي بيستقوى بيه على امرأة محترمة مغربية وطفل بريء ملوش ذنب في اي حاجة، عمره ما يقدر يقنع حد انه شجاع. لان الشجاعة الحقيقية يا ناس لها شكل تاني خالص. الناس دي ما تعرفش يعني ايه الشجاعة. اللي يزعل اكتر واللي يزعلك ان بعض الناس متخيلة ان التصرفات اللي زي دي هتمنع حد غيرهم من انه يفرح او يحتفل. بالعكس، ده الاساءة عمرها ما كانت وسيلة ان انت تثبت قوتك، لكنها بتكشف حجم الاحباط اللي جوه صاحبها. لما فريقك يخسر او يقدم مستوى سيء، الحل مش انك تهاجم اللي كسب، لا، او تضايق الجمهور بتاعه، لا. الحل انك تسأل نفسك ايه اللي ناقصني وازاي ابقى احسن. ده كلام هنا موجه للي بيظهروا في الفيديوهات دي وبيعملوا القرف اللي بيعملوه ده. النجاح مش بيتسرق من حد،
والاحترام مش بيتفرض على حد، ولا تقدر تفرض احترام بالخوف. الناس بتحترم اللي بيحترمها، وتقدر تعرف اللي يعرف يخسر قبل ما يعرف يكسب. لازم تفهم النقطة دي، مهمة جدا. اما اللي يحول غضبه بقى وزعله وبتاع خسرانين على ناس ابرياء ملهاش اي ذنب، في الحقيقة ده واحد بيعاقب نفسه قبل اي حد تاني. ده انسان غير سوي. اكتر حاجة لازم نفهمها ان صورة اي جماهير بتتكون من تصرفات افرادها. لقطة واحدة سيئة زي اللي بنشوفه ده ممكن تلف العالم كله في ثانية. ده الانترنت والشبكات مفيش اكتر منها، ويشوفها ملايين الناس، وساعتها محدش هيفتكر النتيجة اصلا ولا المباراة، لا هيفتكر المشهد اللي اساء للجميع ده. علشان كده كل واحد مسؤول عن صورته قبل اي شيء. الكلمة والتصرف وطريقة التعامل مع الناس يا ناس لازم يكون طريقة محترمة. دي الحاجات اللي بتعيش مع الناس، ودي اللي الناس دايما بتحكم عليك من خلالها. انا اتكلمت لان في مواقف ما ينفعش الواحد يعديها. يعني الناس تتفرج عليها كأنها عادية، لا طبعا. مش لان الموضوع رياضة او منافسة، لا، لكن لان في حدود لازم تفصل وتفضل موجودة مهما كانت الخلافات. تقدر تسيطر على غضبك، وتقدر ان انت تغضب، وتقدر تنتقد وتشجع فريقك بكل حماس، لكن مستحيل يكون الاعتداء اللفظي او الترهيب او تخويف السيدات والاطفال جزء من التشجيع. ده عمره ما يكون جزء من التشجيع. وبرجع اكرر للمرة المليون وهقولها كتير، ولازم الناس تفهم الكلام ده. الكلام عن التصرفات اللي بتحصل مش عن شعب كامل، لا، ولا جماهير. في كل مكان هتلاقي ناس محترمة تمثل أوطانها بأفضل صورة، وناس للأسف بتسيء لنفسها قبل ما بتسيء لبلدها. أتمنى إن أي واحد شاف المشاهد دي يراجع نفسه، لأن الأخلاق هي اللي بتفضل. بعد ما المباريات بتنتهي كل الناس بتنسى كل حاجة، الهتافات بتسكت، والكاس بيبقى له بطل، والمباراة لها واحد فايز وفي واحد خسر، لكن الاحترام والأدب ملوش بديل. النخوة ملهاش وقت معين او موسم معين بيبقى فيها النخوة دي. الرجولة الحقيقية بتظهر لما تكون قادر تتحكم في نفسك وتحترم غيرك حتى وانت في اشد لحظات الغضب. في النهاية المنافسة الرياضية المفروض بتجمع الناس. المباريات اللي بنشوفها كاس عالم او اي بتجمع الشعوب وتجمع الناس، مش بتزرع بينهم كراهية. نفرح لما نكسب ونتعلم لما نخسر، لكن عمرنا ما نخلي الخسارة سبب اننا نفقد اخلاقنا، لان اللي بيكسب احترام الناس هو اللي بيحافظ على انسانيته قبل اي شيء. طبعا ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل الجديد هتلاقوه على قناتنا ان شاء الله. وتحياتي لأهلنا في المغرب، وتحياتي لأهلنا في الجزائر، وتحياتي لأهلنا في مصر، وتحياتي لأهلنا في ليبيا، وتحياتي لأهلنا في تونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.